كان في أخين، عادل الكبير وسامح الصغير. عادل كان شغال في الغربة بقاله 20 سنة، وكان بيبعت كل مليم لسامح عشان يشتري أراضي ويبني عمارة للعيلة. وكان بيقوله: يا سامح، انت عيني اللي بشوف بيها، شيل الفلوس دي للأيام. عادل رجع مصر في أجازة والابتسامة على وشه وهو فاكر إنه بقى صاحب ملك، وراح لسامح وقال له: يا بطل، فرجني على العمارة والورق بتاعنا. سامح وشه اصفر وبدأ يتهرب وقال له: يا اخويا، الورق في الخزنة والمفتاح ضاع والعمال لسه ما خلصوش. عادل حس إن في حاجة غلط وقرر يروح يسأل في الشهر العقاري. هناك كانت الصدمة اللي شيبت شعره. لقى إن سامح عمل توكيل مزور باسم عادل، ونقل ملكية العمارة وكل الأراضي باسم مراته عبير، وباع شقة عادل القديمة كمان. عادل ما كانش مصدق إن أخوه اللي كبره وعلمه هو اللي يسرق شقة عمره ويرميه في الشارع. عادل راح لبيت سامح وواجهه بالورق. لقى سامح بيبصله ببرود وقال له: أنت كنت عايش في عز بره، وأنا هنا كنت شايل هم العيلة، ده حقي 8 سنين التعب. وعبير مراته طلعت وطردت عادل وقالت له: ورونا بقى هتعملوا إيه بالورق ده، القانون لا يحمي المغفلين. بس عادل كان أذكى، كان عارف إن سامح طماع، فكان باعت له الفلوس من بره عن طريق تحويلات بنكية مكتوب في سببها لشراء عقارات ومباني. عادل رفع قضية غسل أموال وتزوير، وبالمستندات البنكية قدر يثبت إن الفلوس دي بتاعته هو. وفي ليلة البوليس كبس على البيت وخد سامح وعبير مكلبشين بتهمة التزوير والنصب. عادل استرد حقه، بس خسر أخوه، واكتشف إن الدم ساعات بيبقى مية لما الفلوس تدخل في النص، والستر دايماً بيبقى مع اللي بيصون الأمانة. دي كانت حكاية النهاردة اللي بتعرفك إن غدر القريب بيوجع أكتر من ضرب السلاح، والفلوس اللي تيجي بالحرام بتروح في المحاكم. استنونا في قصة جديدة بمغامرة تانية من حكاوي مايا.